السلام عليكم ورحمة الله. حواوشي، هنعمل حواوشي مصري واسكندراني. هنبدأ بالاسكندراني علشان ده هنعمل العجين من الأول. أنا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ما يعادل ربع كيلو من الدقيق، نص معلقة كبيرة خميرة فورية، نص معلقة كبيرة سكر، ورشة ملح صغيرة جدا. هنبدأ نحط السكر والخميرة على بعض، نحط عليهم شوية مية صغيرين ندوبهم لحد ما نتأكد من تفاعل الخميرة. الملح طبعا على الدقيق. تمام. انا عامله هنا كميه صغيره، تقدروا تضعفوها زي ما انتوا عايزين. نقلب بقى الخميره والسكر ونسيبهم على بعض شويه لحد ما الخميره تفور كده، ونتاكد ان هي بتتفاعل كويس ومش هتبوظ الدنيا. بصوا هنا في مسافه ما قلبت شويه هي بدات تفور على طول. حطيت بقى الخليط على الدقيق وهزود الميه طبعا دافيه. الكوبايتين دي خدوا بالظبط كوبايه ميه، وطبعا حسب نوع الدقيق. نخلط بقى المكونات مع بعض وبعدين ننزل على الرخام ونبدأ نعجن. ملمس العجين انا عايزاه يبقى طري بس مش بيلزق، طرية جدا بس مش بتلزق، وهنشوف مع بعض في الاخر بعد ما نخلص العجن. اخد بقى راحتي هنا على الرخام وابدأ اعجن. انتوا شايفين ان هي بتلزق في الايد، ما نستعجلش ابدا ونضيف المية ونضيف دقيق سوري. فضلت اعجن فيها كويس جدا وكتير جدا، والله ما ضفتش ولا معلقة دقيق تاني. تمام لحد ما وصلت لكده. هوريكم ان هي طريه جدا بس مش بتلزق في ايدي. خلاص كده هسيبها ترتاح مش اكتر من 10 دقايق. انا مش عايزاها تخمر، 10 دقايق بالظبط. هي يدوب فارت شويه بس عليت شويه. وهبدا اقطعها على المفرش السيليكون. لو ما عندكيش يبقى نحط دقيق الاول قبل ما نبدا نقطعها. نقطعها قطع صغيره. انا عامله العيش هنا مش كبير زي حجم العيش اللي بنجيبه من الفرن، فده حوالي وزنه الواحده 50 جرام. شويه دقيق بقى كده جنبنا ونكور الكور ونحاول تبقى متساويه. اوزني على 50 وزنها كويس جدا. خلاص عملت كور متساويه، وبرضو هحاول اسيبهم يريحوا بس 5 دقايق. انا مش بخمر العيش خالص. تمام. قطعت الكميه كلها، طلعوا تقريبا 8 ترغيفه، 8 أو 9. حاولت اوزنهم كلهم يبقوا قد بعض. خلاص هغطيهم بالفوطة واسيبهم على جنب 5 دقايق بس، وابدأ اشتغل على طول. كنت انا محضرة صينية كبيرة جنبي عشان ارص عليها اللي بفرده. جبت مفرش تاني وبدأت افرد عليه، وبرضو لو ما عندناش هنفرد على دقيق عادي جدا. الدقيق لازم يبقى كتير شوية علشان العجين يتزحلق عليه وما يلزقش في النشابة او في الرخام ويضايقني. وطريقة الفرد انا كنت شرحتها قبل كده في فيديو، وهعيد معاكم تاني عشان تطلع دايرة بشكل متساوي. بفرد فردة بالطول وبعدين اجيبها بالعرض وافرد فردة، وبعدين احركها زاوية صغيرة وافرد زاوية كمان صغيرة وافرد، وهكذا كده احنا بنحافظ على شكل الدايرة. تمام. السمك بتاعها انا عايزاه رفيع جدا، تقريبا ملي. واضح اهو في الفيديو رفيعه جدا. طب انا ليه بعملها كده؟ عشان مش عايزه العيش يبقى مليان لبابه او تخين وسميك كده من جوه، فيبقى طعم العيش كتير قوي ويلكم واحنا بناكل يضايقنا. فبحب قوي اخليه رفيع كده، حتى لو هعمله عيش شامي، عشان انا هيتبقى معايا 3 ترغيفه زي ما شفتوا في اول فيديو، وهعملهم عيش عادي جدا. خلاص. بس طبعا العيش ده انا سبته شويه يخمر، مش زي اللي حشيت بيه العيش بلحمه، يعني سيبته في الاخر خالص، اخر حاجه خبزتها. تمام كده. خلصت بقى الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. بفرد على فوطه وفي صينيه كبيره اهو زي ما انتوا شايفين. هسيبها برضو ترتاح 10 دقايق مش اكتر، وطبعا بغطيها عشان وشها ما ينشفش. على ما هي ترتاح هنعمل العيش القاهري. ده عيش برده، انا جبته طري جدا وجميل جدا، وبقول للراجل ان هو يبقى نص سوا. ملح وفلفل و7 بهارات، بهارات لحمه، بهارات فراخ زي ما انتوا عايزين. وده نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا بصلايه متوسطه، طماطمايه شلت منها البذر بتاعها وخرطتها صغير، والفلفل صغير والبقدونس صغير. تقدروا تشيلوا وتحطوا في المقادير زي ما انتوا عايزين. تمام. نص كيلو من اللحمه حطيت عليه معلقه صغيره ملح ونص فلفل ونص بهارات، ودي بصله متوسطه. طبعا الكميه زي ما انتوا عايزين.
قرن الفلفل الحامي ده ممكن نبدله ببارد لو انتوا مبتحبوش الفلفل الحامي، وممكن الوان كمان. ودي حزمه بقدونس خدت منها شويه صغيرين زي نص فنجان، نص كوبايه. طماطميه متوسطه من غير البذر بتاعها عشان ما ينزليش ميه في العيش بلحمه. تمام. اخلط بقى كويس جدا، ولازم اخلط فتره، يعني اقعد فتره بعجن فيه كانه عجين. ليه؟ عشان اللحمه بيبقى فيها شيء من الجلوتين شويه، فتتماسك مع بعضها والمكونات تختلط وما تفكش من بعضها. تمام كده اهي زي ما انتوا شايفين. ابدا بقى افتح العيش بتاعي. انا حاولت افتحه بايدي فحسيت ان انا هقطعه، لان العيش بصراحه كان تحفه. انا طبعا شاريه فخفت عليه يتقطع مني، كان طري جدا. ففتحته بالمقص، طبعا المقص مخصص للاكل، فتحته بالمقص عشان احافظ عليه يبقى شكله متساوي وكويس. زي ما انتوا شايفين كده بفتح تقريبا تلتين الرغيف، ما بفتحوش للاخر وما بفتحش حته صغيره عشان ما يتقطعش مني واعرف احشي براحتي. خلاص كده فتحت كل كميه العيش زي ما انتوا شايفين، ونبدا بقى نحشي. العيش ده بما انه مستوي فما بقدرش احط طبقه كبيره من اللحمه جوه علشان تلحق تستوي، لان احنا هناخد وقت قليل في الفرن. طبعا انا من ساعه ما بدات اعجن العيش في الاول خالص في الفيديو انا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه جدا، وحاطه صينيه مقلوبه في قاع الفرن ومشغله الشوايه من فوق وقافله الفرن على كده، لان انا محتاجه درجه حراره الفرن تبقى عاليه جدا. تمام. هنا حطيت كميه اللحمه المناسبه وخليتها رق رفيع زي ما انتوا شايفين، وضغطت عليها عشان اللحمه تمسك في العيش. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. بعد كده دخلت بقى على العيش التاني اللي انا عجنته بايدي الاسكندراني، وبدات افرد زي ما انتوا شايفين، وبسيب حوالي سنتي داير ما يدور في العيش، اسيبه فاضي من غير لحمه عشان لما اجي اقفل على العيش اعرف اقفل كويس وما اقفلش على اللحمه وتقطع العيش ويبقى شكل الرغيف في الاخر مش ظريف يعني. فبسيب سنتي كده حوالين العجين داير ما يدور، لان ده اللي هقفل عليه اللحمه. وبرده بحط طبقه معقوله مش تخينه ومش رفيعه. بصوا العيش لو رغيف مش قد رغيف قوي زي ما انتوا شايفين، فردت فرده صغيره، شديت شده بس بقى متساوي، وبدات اقفل عليه. وطبعا بقفل قطعه صغيره جدا عشان ما يبقاش عيش كتير فاضي من غير حشو، وبيبقى طعمه مقرمش وجميل جدا. وبرده خلصت كل الكميه زي ما انتوا شايفين، واتبقى 3 ارغفه. انا سويتهم في الاخر عيش شامي عادي جدا، لان دي نفس عجينه العيش الشامي. حبيتش اضيف اي مكونات زياده، ولا لبن بودره، ولا حطيت زيت ولا اي حاجه. مكونات بسيطه جدا مش مكلفه خالص، عشان نقدر نعمل كل حاجه زي ما احنا عايزين. ادي الرغيف، وبرده انا ضغطت عليه عشان اللحمه تمسك في العيش. هنا بقى بدات جبت شويه زيت نباتي، ما بستخدمش زيت كتير، كميه صغيره، لكن دي اللي هتساعد على تحميص العيش في الفرن. خلاص مسحت على العيش من فوق ومن تحت. انا بعمل كده في العيش اللي هو مستوي اصلا، القاهري، مش البلحمه او الحواوشي، القاهري. بحط عليه زيت من تحت ومن فوق عشان يتقرمش معايا كويس جدا في الفرن، ومسحه بسيطه ما بكترش عشان ما يضايقناش واحنا بناكل. الزيت ده بيساعد على التحميص، وما اقدرش استغنى عن الخطوه دي للاسف. خلاص عملت العيش كله بنفس الشكل، كل ده والفرن والع وسخن وتمام جدا. بعد ما خلصت الكميه دي كمان بدأت ارجع للعيش بتاعي العادي الاسكندراني اللي هو العجين، وبرضو همسح على الوش مسحة زيت صغيرة جدا. برضو الزيت هيساعد ان هو يقرمش وياخد لونه موحد، وبيبقى لونه بيلمع مش مط كده، بيبقى حلو جدا. بس قبل ما دخلت الفرن عطيته رشة مية، التاني لا طبعا، لكن ده عطيته رشة مية بعد ما حطيت الزيت على الوش. وطبعا تقدري تضيفي حبة البركة سمسم زي ما انت عايزة، تقدري تحطي موتزاريلا لو انت حابة، لكن انا عملته باقل التكاليف. هنا بقى انا معايا سلاح السكينه، مش هستخدم الجزء الحامي او الحاد، انا بستخدم ظهر السكينه. بحاول اعمل اشكال سمبوكسات كده عشان يطلع شكل العيش لطيف كده زي ما بنشتريه من بره بالظبط. تمام. عملت خطوط بالطول وخطوط بالورب كده، فطلعت سمبوكسات في الاخر شكلها لطيف قوي. طبعا تقدري تستغني عن الخطوه دي، ولكن يعني العين بتاكل قبل البوق انتوا عارفين. بعد ما وصلنا للمرحله دي انا بقى مش هريح العيش تاني خلاص، هو ما شاء الله ارتاح وخد وقته وكان زي الملبن، اقسم بالله لما خلص كان تحفه جدا. انا هبدا اسوي على طول، وهوريكم انا رصيت السجات في الفرن ازاي.
العيش على الصاج في الفرن ازاي. انا ما حطيتش في صاج لان الصاج هيبقى بارد، هتدخليه على فرن حامي هياخد وقت على ما يستوي، العيش هينشف مننا. لكن انا حطيت صاج على ظهره ومسخنه كويس جدا في الفرن كانك عند الراجل في المخبز، وهحط العيش على طول بدون صاجات، فهيستوي بسرعه واسرع وهيبقى طري ومحمر وجميل. اهو بصوا انا قلب صينيه في الفرن والشوايه شغاله فوق، خدتش 10 دقايق كان كل الاكل خلص زي ما انتم شايفين وتحفه جدا. وبصوا سواه من فوق زي من تحت، محمر جدا وطري جدا وجميل وما فيهوش لبابه كتير ولا اي حاجه. وادي القاهري كمان بصوا محمص وحلو ازاي، انا بس مش عارفه امسكه عشان سخن. وادي كمان العيش اللي عملته بصوا مفتوح مش لازق في بعضه واخد لون وجميل جدا، وبألف هنا وشفا.